ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشوني جدا جدا جدا. طبعا. بجد انتوا وحشوني بجد من ايام العيد، من قبل العيد بجد. انا ما نزلتش فيديوهات، الفيديو بتاعي متاخر شويه. بس كنت لازم انزله لكم حتى لو متاخر. لازم اوريكم برضو الحاجات اللي انا جبتها بجد يعني. بعتذر لكم. بس بقى اوريكم بقى لبس العيد اللي انا جبته. انا عارفه الفيديو متاخر وهتقولوا لي خلاص العيد عدى بقاله 15 يوم، بس لازم انزله لكم يعني. لازم افرجكم الحاجه اللي انا جبتها. بص بقى، اول حاجه بقى اللي انا جبتها بقى شنطه بيضه عشان يليق مع الطقم بقى. بجد الشنطه تحفه. الطقم حلو جدا، شياكه جدا. هوريكم صوره على اخر الفيديو كده. بجد تستاهل الشنطه وتستاهل فلوسها. ويعني بجد عايزه اقول لكم بجد الناس عجبتها كلها. وقولوا لي برضو ايه رايكم في الكومنتات، انتوا ايه رايكم في الشنطه برضو؟ يمكن كل واحد ذوقه مختلف برضو. بس هي أنا عجبتني شخصيا. اكيد برضو في ناس هتعجبها وفي ناس مش هتعجبها. بس وحلوة بسوستة. يعني انا برضو عجبتني عشان بسوستة من جوه، عشان خاطر ايه لو حبيتي تقفليها من جوه لاي حاجة ما تقعش منك اي حاجة. بس ودي يعني الخروجات بقى. ايه الخروجات المهمة يعني؟ مش خروجات بقى العادية، لا الخروجات المهمة. بس عايزة اقول لكم بجد الطقم كان شيك قوي جدا جدا. الناس كلها عجبتهم، مش من رأيي انا، ده رأي الناس برضو. بس وعايزه اقول لكم الشنطه دي بكام؟ ب 600 جنيه. ده انا لقيت ارخص حاجه واشيك حاجه. عايزه اقول لكم الشنط كانت بألف ونص، ب2000 جنيه. ده البراندات. خش البراندات يا جماعه، هتلاقي الشنط غاليه جدا. ده محل اسمه ديفاين. انا اوريكم، حتى اوريكم العنوان بتاعه هنا. ده في اسكندريه ده يا جماعه. بس هو يعني محل هنا اسمه ديفاين. ده محل بجد بجد جميل. بيجيب لبس حلو جدا، بيجيب لبس كاجوال حلو وهيعجبكم. هو شخصيا عجبني انا يعني. ممكن كل واحد وليه ذوقه وليه اراءه يعني. دي جبت منه التيشيرتايه ديت او البيس دي يعني قطعه. بس هو حلو جدا في اللبس والشياكه حلو يعني. كل حاجه وليها لبستها، وكل حاجه وليها وقتها، وكل حاجه ليها تدوق. دي جبتها بكام؟ جبتها ب400 جنيه. عايزه اقول لكم قماشتها حلوه جدا وتستاهل برضو. هتقولوا لي ب400 جنيه يا جماعه؟ عشان ايام العيد يا جماعه، انتوا طبعا عارفين ايام العيد الدنيا بتغلى شويه. بس يعني ديت دي ب400 جنيه. وجبت ديت برضو، بس دي جبتها مش من المحل، جبتها من ده سكيرت او جيبه. آم، بس حلوه جدا. كنت جايباها من فتره، بس انا مش عارفه كنت البسها على ايه. صراحه جت وقتها وطلعت يعني. جه وقتها وطلعت وطلعتها وقلت لا لازم البسها عشان بصراحه عجباني. وكنت جايباها في ساعتها بكام؟ كنت جايباها برضو ب400 جنيه. وكانت ايام عيد برضو يعني تقريبا. مش فاكره انهي ايه بصراحه، بس صراحه دخلت كده ولا مش عارفه. مش فاكره ايام عيد ولا بعد العيد ولا مش عارفه. بس هي اي وقت كده جبتها، دخلت كده المحل عجبتني رحت اشتريتها. طب هلبسها على ايه؟ ما كنتش عارفه. هيجي وقتها وطلعت ولبستها. بس وجبت بقى البيجامه ديت بتاعت العيد. البيجامه حلوه جدا يا جماعه في اللبسه. بجد جميله جدا وتستاهل بجد. هي تركي، مشيتها تركي بس التقفيل مصري. بس ودي كانت بكام؟ ب495 جنيه، يعني 500 جنيه البيجامه. والبيجامه التركي يا جماعه غاليه. انا كنت جايبه مقاس اكس لارج. انا لو لقيت مقاس لارج كنت جبتها، بس بصراحه ما لقيتش مقاس لارج. بس انا هوريكم بقى بالشنطه بقى بتاعتها بقى. انا طلعتها بعد كده هوريكم بقى بالشنطه. معلش بقى يا جماعه عشان اوفركم بقى. ده محل برضو هنا.
بجد بجد هتعجبكم اوي الشوز دوت. الجزمة بجد هتعجبكم. انا عجبتني، الناس كلها عجبتها، حتى انا وبائسة في المحل. الناس كلها عجبتها. بس ويعني بجد، والشنطة برضو الشوز برضو مش رخيص برضو. مفيش حاجة رخيصة في ايام العيد صراحة يا جماعة. بصوا برضو جبتها بيضة برضو عشان تليق مع الشنطة. بس وبص بقى هفرجها لكم بقى، تحفة بجد تحفة، والكعب بتاعها حلو ومريح، مش هيتعبك. يعني انا كنت هجيب واحدة تانية بس الكعب كان بتاعها عالي. بس الكعب بتاعها مريح، مش هيتعبك وكمان هيريحك. آه، الناس كلها عجبتها فعلا، وانا عجبتني انا شخصيا. بس برضو حبيت اخد رأي الناس هناك، قالوا لي لأ حلوة، والكل كان برضو بيقيس معايا في حاجات تانية، اشكال تانية وحاجات تانية برضو. من غير ما انا اتكلم برضو كان آه، لفت نظرهم الجزمة. بس وبجد كانت حلوة جدا، وحتى على الطقم كله كان كله لايق على بعضه. هوريكم صورة على اخر الفيديو. بجد بجد كان الطقم كان حلو جدا. بس وانا هنا يعتبر كده، يعتبر ده طقم الصيف بتاعي بالبيجامة بالطقم الخروجي. وكانت حلوة جدا، والطقم صراحة كان عاجبني، وصراحة عجب الناس كلها. بس وخرجنا بقى في اليوم دوت. بس صراحة ما خرجناش في يوم العيد نفسه، خرجنا تاني يوم اللي هو يوم شم النسيم. عشان انا كنت تعبانة ساعتها في يوم العيد. معرفش اطلع صراحة. يعني الناس كلها بتطلع يوم العيد وانا اللي طلعت بعد العيد. يلا مش مهم. اهو بقى حصل بقى تعب بقى وكلب بقى يعني. مشغوليات بقى في البيت، معرفتش بقى صراحة انزل. بس بقى والجيبة كانت حلوة وليها وقتها وطلعت فعلا. يعني ممكن برضو تاخديها برضو في المصيف برضو، لو حابة تطلعي مصيف ولا حابة تطلعي ممكن حلوة برضو. دي اوقات صيف واوقات حاجة. يعني بصي حتى الماركة بتاعتها تركي. هي مش باينة من اهي تركي، هي مكتوب عليها تركي، مش باينة من الإضاءة بس. وحلوة وستريتش وتتمط معاكي وبجد جميلة. وديت الواد اللي انا جبته من المحل بتاع ديفاين دوت. بجد المحل حلو جدا، وبينزل حاجات حلوة جدا، وبينزل حاجات شيكة جدا. بس والشنطة والشوز. والشنطة جميلة جدا يا جماعة، بجد الشنطة جميلة جدا. صح فكرتوني، الشوز كنت جايباه ب600 جنيه. يعني الشوز ب600، الشنطة ب500. التيشيرت او بكام، ب400، والتانية ب400 برضو. يعني ممكن دخلت في حوالي ب1800 جنيه. طبعا غير خروجة العيد، غير الاكل اللي بره، وغير بتاع دوت المواصلات طبعا. طبعا انا في الطقم دوت طبعا ما ركبتش مواصلات، انا ركبت عربيه. بس وغير بقى الحاجات المكياج بقى، وغير البرفان، وغير مش عارفه ايه. يعني انا يومي دوت يعتبر مقفله 3000 جنيه دوت يعتبر. يعني بص بقى، بص الجزمه بجد شياكه. بس بجد كان يوم حلو جدا، وكنت مبسوطه فيه، وكنت مبسوطه بالطقم، ومبسوطه بالبيجامه اللي انا جايباها. وربنا يفرحكم في كل حاجه، في كل وقت، مش في العيد بس، في كل الايام. بس هنا انا خلصت بقى الطقم بتاعي بقى، وهوريكم بقى البرفيوم، وهوريكم اللي انا استخدمته، والنضاره اللي انا استخدمتها في اليوم دوت. كان طقمي كان حلو صراحه. ده البرفيوم. دي برفيوم ليبرا. وديت دي بلاشر من بريتي وومن. ودوت اي شيد طبعا بتحط على حوالي فوق العين. انا عجباني فيها عشان فيها الوان كتيره، وكمان الالوان بتاعتها خفيفه كده وبتلمع.
دي البلاشر دي كانت بكام؟ ب ب70 جنيه. والاي شادو برضو كانت ب70 جنيه. طبعا غير الاينر، ما نسيت احط لكم الاينر، ونسيت برضو احط لكم الحاجات الاينر والماسكارا برضو كانت في حدود 70 برضو، دي او دي بس. وهحط لكم